بصوا بقى الجمال والحلاوة دي، اكلة تشرفك في العزومات. يلا نشوف مع بعض هتتعمل ازاي. معانا على النار حلة حطيت فيها زيت وسمنة، ونزلت عليها ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل دوت. هفضل احمر فيها كده لحد ما لونها يبقى ذهبي مش لحد ما تدبل بس. وبعد كده نزلت عليها بقرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، الحامي طبعا اختياري. هفضل اشوح فيهم كده لحد اللون اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده هنزل برز بسمتي طويل الحبة اللي هو الذهبي، وهبدأ ان انا اشوح فيه تماما لحد لو كان فيه يعني اي مية او حاجة خلاص يبتدي ان هو يتحمر معايا، او ان هو يشرب من السمنة. ونزلت بمكعب مرقة اهو. بعد كده هنزل كمان بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة، وكمان نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من السبع بهارات. وهبتدي ان انا اشوحه كده شوية مع البهارات لحد ما اللون كله يتغلف كده بالبهارات. وهنزل بقى بمية مغلية، يا ريت تكون مغلية عشان المية الباردة بتعجن الرز والمكرونات، والمية الباردة برضو مع اللحمة او الفراخ بتأخر السوا بتاعها. اهو كده استوى اهوت معايا، شايفين الجمال شكله تحفة. طبعا هنسكت كده؟ لا مش هنسكت، هنقدمه بقى مع حاجة روعة، هيبقى وجبة متكاملة. معايا هنا لحمة مفرومة هبتدي ان انا احطها على النار من غير ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، واديها كمان رشة من الملح. استنيت لما الوش اللي تحت اتحمر او لونه اتغير، وهبتدي ان انا كده اكسر فيها. لو فيها راسب بطاطس تمام، لو في برضو شوكة انا عملتها هو بالشوكة لحد ما هتتفلفل معايا خالص وتبقى كلها مفرومة كده اهو، ولونها كمان كله اتغير. ونزلت ببصلاية بقى بعد كده، بعد المرحلة دي بصلاية برضو متقطعة مكعبات، وهبدأ ان انا اشوح فيها. وكمان هنزل معايا البصلة دبلت برضو شوية، هنزل معايا بقى بقرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وهبتدي ان انا اشوح فيها كده بالشكل دوت اهو زي ما انتم شايفين. ونزلت بنص معلقة من البهارات تمام، وانا كنت حاطه الملح ونص مكعب من المرق بيعزز النكهه قوي اهو بالشكل دوت كده. هبدأ ان انا اشوح برضو لحد ما المرقه تدوب، وبعدين احط معلقه كمان صغيره من صلصه الطماطم بتخليها جوسي قوي. وكمان هنزل بيه شويه من الميه المغليه، بتخلي اللحمه يا جماعه فعلا تحسوا ان هي استوت هي اللحمه مفرومه طبعا بتاخدش سوا، بس بعد الخطوه دي بحس ان هي فرقت. هبتدي بقى اوطي عليها النار واسيبها خالص خالص لحد ما توصل كده للشكل اللي انتوا شايفينه دوت تحفه. يعني رغيفين عيش ونقعد نغمس بقى، بس احنا حطيناها على الرز البسمتي، جربوها ان شاء الله تعجبكم.